عارف البرفيوم الغالي اللي أنت بتشتريه بيتصنع إزاي؟ يمكن ما تعرفش إن البرفيوم الغالي ده اللي بتشتريه تكلفة المواد الخام اللي جواه ساعات بتكون قليلة جدًا مقارنة بسعره، خصوصًا لو داخل فيه زيوت ورد طبيعي. القصة بتبدأ من حقول الورد، العمال بيجمعوا بتلات ورد كتير جدًا، لأن عشان يطلعوا شوية زيت صغير لازم كميات ضخمة من الورود. البتلات دي بتتحط في جهاز تقطير بالبخار، وده نفس المبدأ اللي اتعمل من زمان. مَيّة بتتسخن والبخار يعدي على الورود، يشيل معاه الريحة وبعدين يتكثف لمَيّة فيها عطر الورد. المرحلة دي بتطلّع إسنس خفيف، وبيتعمل بعديها كذا مرّة، عشان التركيز يبقى أقوى وأنقى، بطريقة بدائية دايمًا، لكن في مصانع كتير بتستخدم تجهيزات حديثة ودقيقة، وبرضه في أماكن تانية لسه محافظة على الطرق التقليدية. بعد ما بيطلع زيت الورد المركز، بيوصل للمصانع أو التجار، ويبدأوا يخلطوه مع كحول ومواد مثبتة، وروايح تانية حسب تركيبة العطر، وفي الآخر يتحط في إزازة شيك ويتسوّق كويس، وساعتها السعر يبقى عالي جدًا. فاللي بتدفعه مش بس في تمن المكونات، لكن كمان التصميم والعلامة التجارية والتسويق وسمعة العلامة نفسها. البرفيوم اللي بيخطفك من أول شمة وراه قصة طويلة، مش مجرد دولار واحد. وأخيرا لو عجبك الفيديو اضغط لايك وشير وتابعني وانتظر مزيد. شكرا.